شعب ما حدش هيقدر عليه. طبعا. ده احنا شعب يعني يمكن اول شعب، اول دولة في التاريخ. فعلا فعلا. يعني احنا لما يتقال علينا فجر الضمير ويجوا الاشكال دي يقول لك ان احنا جايين نعلمكم الاسلام، عيب. طبعا. ده احنا بلد الازهر الشريف. انا بس عايزه انه احنا نبتدي نقول الاشياء بمسمياتها. هم مش من حق حد يسمي نفسه الاخوان المسلمين على اساس ان هم بس اللي احتكروا الاسلام. أيوة. ومش من حق حضرتك شايفه المجاهدين؟ طب شايفه المجاهدين؟ شايفه. عشان كده مجاهدين ايه دول بقى؟ ابو سكينه ده اللي عامل زي الغول، ده اسرائيل لو احتلت، ده اسرائيل ما بتعملش في الفلسطينيين كده. ووجوههم كلهم باينه الحقيقه للكاميرا التصوير. وهشوف المسدس اهو في ايده دلوقتي. الثاني برضه كان مربي دقنه قد وده فين المحل ده؟ ده في الجيزه جنب الجامعه. ده محل مركز لتصوير الورق وادوات مكتبيه وكده جنب الجامعه. المسدسات في ايديهم كلهم. ايوه. لا والنهارده كمان حصل هجوم على كنيسه وبرضه في ناحيه بورسعيد كده اعتقد. يعني هم بيستخدموا كل الوسائل المنحطه والخسيسه واللي لا علاقه لها باي شريعه من الشرائع السماويه، ويقول لك انه ده جهاد عشان مرسي يرجع الكرسي. هو ده الجهاد بتاعهم. لانه مش امبارح البلتاجي قال ان اللحظه اللي هيطلع فيها مرسي هيتوقف تدمير خط الغاز في سيناء. وكل ما يحدث في سيناء سيتوقف في ثانيه بمجرد عوده مرسي. نفس الثانيه. يعني في اعتراف. وهو كأننا هم الارهابيين، وهو احنا كأننا مثلا مش عارفين. يعني عايزين نقول له نورت المحكمة يا دكتور. بالظبط كده. والله برافو عليكي، نورت المحكمة. وهم شوفي هم مش عارفين ان على فكرة انا عندي نظرية. انا ساعات كان الاستاذ هيكل يقول لي انت عقليتك عقلية مؤامرة. انا رأيي ان الناس دي مدفوع لها فلوس أكيد. او عندها عقيدة انها تسيء للاسلام وللمسلمين. انت المنظر اللي انت شايفاه ده لو اي حد في الدنيا شافه ممكن يعتبر دول بشر؟ لا طبعا. ده نوع من الوحوش. نوع من الوحوش. يعني مخلوقات اكله للحوم البشر. وحراميه ومعتدين وارهابيين. لانه ده الراجل صاحب السوبر ماركت ذنبه ايه؟ طب حضرتك شوفي اللي نازل اللي لابس شورت احمر ده، شوفي هيحصل فيه ايه دلوقتي. هذا الشاب المصري اللي كل ذنبه انه نزل 30 يونيو وقال ارحل يا مرسي. حضرتك شوفي هيحصل فيه ايه. كل دول بيضربوا واحد. كل دول بيضربوا واحد. يا ساتر. يعني المتخلفين دول، يعني دول الوقت هينتقموا من نص الشعب المصري على الاقل اللي في الشارع. والنص يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا ساتر يا رب يا ساتر. ربنا يخذلهم ان شاء الله وهيخذلهم. والشعب المصري هينهي اسطورتهم وهينهي اسطوره امريكا بتاعت الديمقراطيه اللي جابتهم لنا في الحكم. والله ان شاء الله. كل ده يعني بصي مفيش ربنا بيقول رب ضر، يعني عندنا المثل بيقول رب ضرة نافعه. وان شاء الله ان شاء الله يعني الثوره دي هتكون ثوره غسلت مصر. اتفرجوا النبي، مش قادره اشوف المشهد.